أهلا بكم. بعد موجة تفاؤل لم تدم طويلا، أعقبت اتفاق جيبوتي وتشكيل الحكومة وعودة الرئيس شيخ شريف إلى العاصمة الصومالية مقديشو، توالت من جديد أعمال العنف وتزايدت ليعود الاقتتال والنزاع المسلح، منهيا ولو بشكل مؤقت الآمال التي علقها البعض على القيادة الجديدة وقدرتها على فرض الاستقرار الذي يفتقده الصومال منذ نحو عقدين. الصراع في هذه المرة بدأ أكثر تعقيدا، فالأطراف متشابكة والتحالفات والانشقاقات وأعمال العنف لا تعطي الفرصة لالتقاط الأنفاس، الأمر الذي يجعلنا نتوقف بين حين وآخر لنتساءل بل ونحاول حتى أن نتذكر من الذي يحارب من وعلى ماذا. عن الصومال، الصراع المستمر وآفاق الحل والوضع المعقد تدور حلقتنا في هذا المساء، والتي نستضيف فيها من لندن الدكتور سعيد الشيخ، رئيس هيئة العلماء والمثقفين الصوماليين في المهجر. ضيفنا حاصل على الدكتوراه في علم النفس والدراسات العليا في اللغة العربية والدراسات الإسلامية. عمل أستاذا في الجامعة الوطنية الصومالية بين عامي 1985 و 1990. ترأس البعثة التعليمية الصومالية في اليمن من عام 90 إلى عام 99، وحاز على وسام الشرف من الدرجة الأولى في عام 1984 تقديرا لجهوده في حملة لتقوية اللغة العربية في الصومال. نرحب بضيفنا لهذا المساء، ونرحب مشاهدينا بأسئلتكم التي يمكنكم أن تطرحوها مباشرة على ضيفنا عبر الرقم الهاتفي الذي سيظهر على الشاشة، وكذلك عبر خدمة الرسائل النصية القصيرة. أجدد الترحيب بك دكتور من لندن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور، أنت ترأس، ونشكر على شكرا لك. أنت ترأس هذه الهيئة، هيئة علماء والمثقفين الصوماليين في المهجر. هل لك أن تعرف مشاهدينا في البداية عن هذه الهيئة، ممن تتكون، من الذي شكلها، إلى أي درجة هي مؤثرة، وما هو مجال اهتمامها؟ طبعا قبل أن أتكلم على هذا، نشكر على قناة الجزيرة على اهتمامها بالوضع الصومالي، لأن الصومال جزء لا يتجزأ من العالم الإسلامي والعالم العربي. هذه الهيئة أسست في عام 2004، وهدفها الأساسي أن تجعل الصومال دولة مستقرة تنعم بالهناء والرخاء. وأهميتنا أن تنحصر أننا نجمع المعلومات الحقيقية من الصومال ونبحث لها حلا حتى تكون الصومال دولة مستقرة آمنة. نعم، وهو هدف حتى الآن يبدو بعيدا عن التحقيق على ما يبدو. فبعدما استقر الوضع في الصومال، أو بدأ أنه في طريقه للاستقرار، تجددت الاشتباكات من جديد. أنتم تجمعون المعلومات كما قلت، أنتم هيئة مكونة من مثقفين وعلماء كما يتبدى من اسمها. هو تحليلكم نعم. للوضع نعم. ورؤيتكم لتجدد العنف والاشتباكات. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أريد قبل أن أجيب عن سؤالكم أن نصور صورة واضحة عما يجري في الصومال. الصومال فعلا أصبح الآن نقول أن الصومال على كف عفريت، لأننا الدولة الشرعية التي انتخبت في جيبوتي برئاسة الشيخ شريف تتعرض لحرب من المتمردين الذين يقولون أنهم إسلاميون، والإسلام بعيد عنهم، لأن الإسلام الحب والوئام، الإسلام الرحمة والرخاء. ولكن هؤلاء المتمردون الذين رفضوا المصالحة ورفضوا كل الجهود المبذولة لتنعم الصومال بحب وأمان، هؤلاء يريدون أن يجروا الصومال والمنطقة كلها إلى كهف مظلم ومصير لا يعرف. ويبدو من ذلك
علمهم الأسود الذي